كولر او اس هي واجهة المستخدم الخاصة بتليفونات شركة اوبو. النهارده هنتكلم بالتفصيل عن الواجهة دي، وهنتكلم بالذات عن 5 خصائص موجودين فيها. خليكم معانا. واجهة كولر او اس هي واجهة المستخدم الموجودة على تليفونات شركة اوبو، والواجهة اللي احنا شغالين عليها حاليا هي واجهة كولر او اس رقم 3، وهي اخر اصدار من شركة اوبو ينزل للواجهة دي. والواجهة عامة بتكون بيزد على نظام تشغيل اندرويد، ولكن بتغير بشكل كبير جدا في طريقة الاستخدام وشكل الايقونات، وده هنلاحظه زي ما قلنا في شكل الايقونات او حتى في شكل النوتيفيكيشن بار اللي متقسمة لجزئين، واحد للاختصارات والتاني للاشعارات اللي بتيجي على التليفون. كمان هنلاحظ ان مفيش اب درور، وده معناه ان كل الابلكيشنز هتكون موجودة على الشاشة الرئيسية للتليفون. كمان في ثيم ستور عليه مجموعه حلوه جدا من الثيمز الموجوده على التليفون، جزء منها مجاني وجزء منها محتاجين ندفع فيه فلوس علشان ننزله عندنا على التليفون. ودلوقتي هنتكلم عن 5 خصائص موجودين في واجهه المستخدم الخاصه بشركه اوبو، وهي كولر او اس. واضح من اسمها ان ليها علاقه باللوك سكرين، وهي معموله للناس اللي مش بتحب تبقى شاشه التليفون ثابته او معلهاش حاجه لما بيعملوا لوك للتليفون. فبقى عندنا حاجه اسمها لوك سكرين ماجازينز، بنفعلها من هنا وول بيبر اند لوك سكرين ماجازينز. بعد كده بندخل على لوك سكرين ماجازينز وبنفعل الخاصيه من الحته دي، وبندوس على كلمه سبسكرايب علشان ندوس على المجالات اللي احنا مهتمين بيها اللي عايزين يطلع لنا الصور منها لما بنعمل لوك. ففي مثلا رياضه او السفر، او انا اختار مثلا الرياضه والسفر، تمام، ومثلا والعربيات، تمام. بعد كده لما بعمل لوك سكرين للتليفون عادي، لما باجي افتح اللوك سكرين بتاعه التليفون بلاقي ان هو طالع لي فيدز صغيره عباره عن صور للحاجات اللي انا اخترتها. دي مثلا حاجات السفر، دي حاجات العربيات، دي حاجات لها علاقه بالفن، دي حاجات لها علاقه بالرياضه، بيجيب لي مثلا نتائج مباريات كانت شغاله قبل كده. شايفين ان هي ميزه او خاصيه حلوه جدا، وهي عباره عن اختصارات بنعملها بايدينا على التليفون، فبيفتح لنا برامج معينه وبتتقسم لنوعين. اولهم بنعمله والشاشه مفتوحه وهي الكويك جيستشرز، وتاني حاجه بنعملها والشاشه مقفوله واسمها سكرين اوف جيستشرز. تعالوا الاول نشوف ايه هي الكويك. لما بندوس على كويك جيستشرز بيقول ان في كذا حاجه، ان احنا ناخد سكرين شوت، اول سنجل هاندد اوبريشن، ناخد سكرين شوت عن طريق ان احنا نعمل بالثلاث صوابع كده على التليفون، بنلاقي ان هو خد سكرين شوت. او السنجل هاندد اوبريشن ان احنا نعمل كده على التليفون، فبيفتح لنا السنجل هاندد اوبريشن او الوان هاندد مود اللي بيسهل استخدام التليفون بايد واحده، وبرضه بنرجعه تاني بنفس الطريقه. اما السكرين اوف جيستشرز دي بنستخدمها والتليفون مقفول. تعالوا نشوف الاول ان احنا نفعلها. اول حاجه ان احنا ندوس على التليفون مرتين علشان التليفون يفتح، او ان احنا نعمل حرف او علشان يفتح الكاميرا، او حرف في علشان الفلاش او الميوزك كنترول. تعالوا مثلا نجرب. لو الشاشه مقفوله ودوسنا مرتين نلاقي الشاشه بتفتح. لو عملنا حرف او هنلاقي ان الكاميرا بتاعه التليفون بتفتح. بعد كده لو الشاشه مقفوله وعملنا حرف في بنلاقي ان الفلاش بتاع التليفون فتح. حاجه تانية برضو حلوه جدا موجوده في السكرين اوف جيسترز، وهي ان احنا مش هنكتفي بالحاجات الموجوده، احنا كمان ممكن نضيف حاجات زي ان احنا نقول له مثلا لو هنعمل سلايد ليفت دي تخلينا نكلم حد او نفتح ابلكيشن معين. خلينا مثلا نقول ان هي تفتح ابلكيشن زي الجيميل مثلا، ونقفل التليفون ونعمل سوايب ليفت. هنلاقي ان هو فتح الجيميل. اوبو سكيورتي سنتر، وده برنامج بينزل مع التليفون بيخلينا نعمل 3 حاجات رئيسيين. اول حاجه مكتوب عليها كلين اب اند اكسلريت، وده بيساعد ان هو يسرع من اداء التليفون عن طريق ان هو بيشيل بعض الملفات اللي ملهاش لازمه زي ملفات الكاش او الاعلانات، وبتبقى فعلا مساحتها كبيره زي ما احنا شايفين. المره دي عندنا حوالي 330 ميجا بايت. بندوس على كلين وهو بيعمل كلين او بيشيل كل الملفات دي، وده بيساعد ان هو يسرع في الاداء بتاع الجهاز. تاني ميزه رئيسيه في البرنامج ده هي البرايفسي بيرميشن، ودي كلها حاجات خاصه بالخصوصيه. لو دوسنا عليها نلاقي ان فيها اكتر من حاجه. اول حاجه الاب انكريبشن، ودي بتتيح لنا ان احنا نقفل بعض الابلكيشنز ونخلي ان هم ما يشتغلوش غير بالبصمه بتاعتنا، فنضمن ان ما فيش اي حد يفتح الابلكيشنز دي غيرنا. نقدر ان احنا نخلي اي ابلكيشن يشتغل بالطريقه دي عن طريق ان احنا ندوس عليه. تاني حاجه اسمها اب بيرميشن مانجمنت، ودي بتتحكم في البيرميشنز او الصلاحيات المتاحه لكل الابلكيشنز. يعني لو دوسنا مثلا على انتوتو بنش مارك هنلاقي ان هو واخد صلاحيته انه يبعت مسجات او الواي فاي او النتورك. احنا في النهايه بنتحكم الابلكيشن ده يقدر يدخل على ايه وما يدخلش على ايه، ودي شايفين انها ميزه كويسه جدا. تالت حاجه اسمها ستارت اب مانجر، ودي بنقول فيها للجهاز ايه الابلكيشنز او البرامج اللي تشتغل اول ما الجهاز يشتغل. وطبعا كل ما قللنا عدد البرامج اللي بتشتغل في الستارت اب مانجر كل ما التليفون بتاعنا بيفتح بسرعه او بيكون اداؤه اسرع. طبعا بنتحكم فيها ونشغلها ونقفلها عن طريق الزرار ده، لكل ابلكيشن قدامه نفس الزرار.
رابع حاجه موجوده هي الفلوتنج ويندو مانجمنت. بمعنى ايه فلوتنج ويندو مانجمنت؟ بمعنى ان احنا لو شغالين على الماسنجر مثلا او شغالين على الموبايل عادي، بنلاقي مثلا لو جالنا مسج على الماسنجر بنلاقي فيه الدايره اللي بتطلع على الشاشه، فبنتحكم في الموضوع ده من خلال الفلوتنج ويندو مانجمنت، ان احنا نقول له لا احنا مش عايزين الفلوتنج ويندو دي تطلع على الماسنجر، او نقول له ان احنا عايزين نشغلها. وطبعا اي ابلكيشن تاني فيه نفس الخاصيه زي الشات هيدز الموجوده في الماسنجر مثلا. اما اخر حاجه وهي البرايفسي بروتكشن، دي بتتيح لنا ان احنا نحط كل الحاجات البرايفت في مكان واحد، سواء برايفت كونتاكتس او اسامي احنا مسجلينها عندنا برايفت، او برايفت ابلكيشنز، او حتى برايفت فايلز، بنحطها في مكان واحد ومفيش اي حد بيقدر يدخل عليه غيري انا. مثلا لو دوسنا على برايفت كونتاكتس نقدر نضيف الكونتاكتس من خلال زرار اد، ونفس الموضوع بالنسبه لبرايفت ابلكيشنز، عن طريق ان انا بدوس اد برضه بضيف اي ابلكيشنز انا عايزها. واخر خاصيه موجوده في البرنامج ده هي الفيروس سكان، وده طبعا علشان يحمي البرنامج من الفيروسات الموجوده، طبعا بجانب المالوير والادوير والحاجات دي كلها. هو حاليا بيعمل سكان، بعد كده لما بيلاقي اي فيروسات بيشيلها اوتوماتيك من على التليفون. دي خاصيه هتكون مميزه جدا للناس اللي بتحب تقرا كتير على التليفون، او عامه اي حد بيفضل ماسك التليفون كتير قبل ما ينام، وهي خاصيه الاي بروتكشن، ودي بنفعلها او نقفلها من خلال الشورت كاتس الموجوده في البانل هنا. ودي بتعمل ايه؟ دي بتقلل اللون الازرق الصادر من الشاشه واللي بيسبب اضرار للعين او بيسبب صعوبه في النوم. وفي ناس بتستخدم برامج معينه علشان تشيل اللون الازرق ده، لكن هي حاجه موجوده هنا بلت ان في واجهه المستخدم الخاصه باوبو كولر او اس. خاصيه كوايت مود، ودي بنشغلها من حته بتاعه كوايت تايم، ودي بتتيح لنا ان احنا نعمل موبايل على الوضع الصامت، بس كمان بتخلينا نحط شويه استثناءات، سواء النوتيفيكيشنز لو احنا مثلا دلوقتي بنقول له احنا عايزين الموبايل على الوضع الصامت، بس عايزين نحط شويه اكسبشنز او شويه استثناءات سواء للمسجات او للمكالمات او للنوتيفيكيشنز او الاشعارات. فبنقول له مثلا ان احنا عايزين كل الحاجات اللي على الموبايل تكون سايلنت، ما يجيلناش بيها اي صوت الا لو جات لي مكالمات من الفيفوريت كونتاكتس بتوعي، او الا للكونتاكتس اونلي، او لاي حد. ده كان استعراض لواجهه كولر او اس الخاصه بتليفونات شركه اوبو. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على موقعنا ريفيوزات.com، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.